بجدد التحية لحضراتكم مرة تانية، ووصلنا مع حضراتكم دلوقتي للركن الحواري. وركننا الحواري النهاردة بنتكلم فيه عن التغيير دايما المفروض يكون إلى الأفضل في مراحل للتغيير. زي نقول إن التغيير ده فعلا آتى ثماره إلا من خلال قياس النتائج. مفردات كتيرة جدا في التغيير هنتكلم فيها النهاردة مع دكتورنا وضيفنا المحترم الجميل اللي دايما نتفائل معاه في بداية كل يوم. معانا الدكتور مصطفى عثمان الخبير التنموي. صباح الفل يا دكتور. صباح الخير يا صاحبي، كل سنة وحضرتك بالصحة والسلامة، وأسرة القناة بألف خير. حضرتك وأنا دايما اللي بسعد منورنا دكتور مصطفى. وأنا اللي بسعد دايما بلقائكم فعلا. الله يبارك فيك. خلينا نتكلم عن التغيير الإيجابي. بالتأكيد بيبقى تغيير سواء على مستوى الأفراد، على مستوى المؤسسات. ده شيء من مستوى المجتمع. فخلينا ناخد بقى فكرة يعني إيه كلمة تغيير. هو حضرتك لو سمحت لي، بس احنا ما ينفعش ان احنا نوصف التغيير بالتغيير الإيجابي أو السلبي، لأن الإيجابي أو سلبي هي نتيجة لتقييم التغيير. تمام. فاحنا نقول التغيير عامة. تمام. هو احنا للأسف يعني احنا نسأل أو نسأل نفسنا سؤال: الحياة اللي احنا عايشينها دي حياة ذكية، بحيث ان انت بتجد معطيات مش موجودة في اليوم اللي قبله. احنا بنعيش مش على وتيرة واحدة، اه. بالعكس. ده انا عاوز اقول لحضرتك الاحداث المتلاحقة والتغيرات اللي بتتم في الحياة حدتها سريع، حدتها كبيرة جدا، لدرجة ان احنا لا نستطيع ان احنا يعني من يغفو لفترة معينة يجد نفسه خارج منظومة الحياة، بمعنى ان هو لازم يغير نفسه بكل شيء عشان التغيير معناه التكيف مع البيئة. اه. آه، احنا لما شبهنا البيئة بأنها نظام ديناميكي، بمعنى انها تتحرك ومش ساكنة، معناها ان احنا مش هنعيش بنفس النمط اللي احنا عايشين بيه. المشكلة عندنا في التغيير في مجتمعنا خاصة، وفي المجتمعات العربية بصفة عامة، ان احنا ما عندناش وعي يعني جيد بفكرة التاريخ، لدرجة ان انت لما تقول تاريخ معناها ان انت هو ينصرف الى ذهنك الاحداث التي سبقت اليوم اللي انت عايش فيه، بمعنى ان التاريخ ده هو ماضي. الماضي لكن للاسف الشديد هو التاريخ في العقل السوي 3 مراحل: مرحلة الماضي والحاضر والمستقبل. هم 3 حلقات متصلين، لكن لكل حلقة منهم خصائص بتميزها بيه. فالماضي للاسف الشديد احنا عندنا في مجتمعنا الماضي بيحتل الوقت الحاضر، يعني الماضي بيعيش اليوم، وهو اللي مسيطر عليه. ونضرب مثل لسلوكياتنا مثلا، فتجد ان لو انت رحت مثلا فحصت اي بيت مصري، تجد ان هو يحتوي على كراكيب ملهاش لازمه. في ناس مثلا بتحتفظ بهدوم الاطفال الى انهم بقوا رجاله وهي موجوده في الدولاب دون ان تفكر مدى صلاحيه هذه الاشياء. فدي مساله شديده التعقيد. فاحنا تجد مثل هذه المجتمعات دائما تعارض التغيير وتقاومه بشده دون فهم اسبابه. المشكله بقى ان هي لما انا اجي اغير عشان اتكيف مع البيئه، من يصنع التغيير المفترض يبقى عنده خطه للتغيير، طبعا حاجات مدروسة. حاجات مدروسه. بمعنى ان هو ما يعني لا يستيقظ يوما وبعدين يقول لك ده احنا المفروض نغير لكذا. لا، ده التغيير دي عباره عن في البدايه قياس الفجوه بين الاداء الحالي واللي انت منتظره. والمتوقع. والمتوقع. صحيح. ماشي. هذا القياس بيتم في شكل خطه ليها هدف وليها اجراءات بتتم. المرحله الثانيه مرحله التنفيذ بقى. مرحله التنفيذ ان انت تقنع المنفذين بالاهداف التغيير، لان احنا هتشوف حضرتك ان الانسان بطبعه بيقاوم التغيير. التركيبه النفسيه والاجتماعيه بتقاوم التغيير، ودي لتاثير التغيير على الناس. بمعنى ان الاشخاص هم من الممكن، يعني الناس بتعتاد على نمط العيش بشكل مستقر، فبالتالي لما تحدث في حياتها تغيير بترفضه وتقاومه. وفي معلومه عاوز اقول لحضرتك ان الإنسان عدو ما يجهل يا دكتور مصطفى. عدو ما ده يجهل. برضه مبدأ. ده صحيح. الانسان عدو ما يجهل. وبرضه التركيبه النفسيه والاجتماعيه للانسان بترفض التغيير لانه بيميل الى الاستقرار. ده صحيح.
طبعا الاستقرار ما ينفعش في ظل الظروف اللي هي مستجدات الحياة السريعة والمتلاحقة بموجات عنيفة جدا، خاصة في القرن اللي احنا بنعيش فيه. فما ينفعش ان انت تركن الى الاستقرار، لابد ان انت تواكب التطور وتتغير. التغيير والتطور ده علاقة بينها، علاقة متبادلة، بدليل ان ايه، ما ينفعش تعيش بدون ما تدرس، لان انت تتكيف مع البيئة اللي انت عايش فيها. لو احنا قلنا ان مقاومة التغيير هو السبب في فشل 30% من استراتيجيات التغيير، لكن المفترض برضو هنا عايزين نحكي ونقول ان التغيير يعني مثلا لو احنا ضربنا مثل اه بين النظام الاسلامي لما نزلت الدعوة الاسلامية، هو تغيير، هو تغيير في العادات، العقيده، تغيير اجتماعي اجتماعي واقتصادي وسياسي. وسلوكي وكله فتجد ان هو ما تمت مقاومة هذه الدعوة بشكل عنيف عنيف جدا. ماشي. صحيح. ليه بقى؟ لان اصحاب المصالح في عدم التغيير هم في النظام القديم لهم مصالح. اه يعني تفتكر حضرتك مثلا هو بيهدد نظامهم الاقتصادي القائم على ايه؟ على الربا، الخمر والربا. والربا ماشي. وخلافه. هو بيهدد نظامهم والبقاء للاقوى والضعيف هو ملوش مكان. هو بيهدد النظام الاجتماعي، صحيح. لان فيهم السيد وفيهم المسود، اه وبالتالي هيساوي بين السيد والمسود. لازم يبقى بيهدد في مقاومه فعلا يا دكتور. بتجد فيه مقاومة. صحيح. طب حتى لو اقتنع بان هذا التغيير ليه اهداف استراتيجية، بتجد ان هو بيقاوم، بدليل ان انت تجد في القرآن الكريم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عظيم. نعم. بمعنى ان القرآن ده شيء كويس، بس لو نزل على احد الرجلين، احداهم من الطائف والاخر من مكة، يقصد به الوليد ابن المغيرة وحبيب ابن عمير الثقفي او بالتحديد يعني. فلو نزل على واحد من دول هيبقى كان الامر كويس، وبالتالي يبقى دين كويس. اذا هو بيحارب التغيير ليه؟ لانه ليه مصلحة. في ناس بتحارب التغيير عشان مش واثقة من النتائج، الان يعني قلقانة من النتائج، لانه يتطلب منه ان هو يتعامل مع اهداف واستراتيجيات جديدة، فبالتالي هيغير من نمطه. والناس ما بتحبش التغيير عشان هم اعتادوا على نمط معين. فالتغيير ضرورة، لكن التغيير لابد أن يكون مدروس. وهنروح بعيد ليه؟ يعني وزارة التربية والتعليم أطلقت صحيح استراتيجية للتغيير في الوزارة. الوزير الجديد الحالي في هذا التغيير ممكن كان يكون عرضة ومسار بس هو لو تم بقواعد التغيير الصحيحة، من خلال قياسات للفجوة، ومن خلال سماع آراء المختصين أو المديرين القائمين على التنفيذ، وليه أهداف معينة وبإجراءات معينة، هيبقى تغيير إيجابي. انا ما اقولش كده في يوم وليله اقول بقى انا هغير السيستم بتاع الوزاره مثلا او بتاع الشركه اللي عندي. لا حضرتك، هو ده يبقى تغيير غير مدروس، ومن الممكن انه يفشل. التغيير الصحيح اللي هو قائم على دراسة فجوة بين الأداء الموجود والمتوقع زي ما حضرتك قلت، وإن ده يتم من خلال خطة يشارك فيها مستشارين، ويتم من خلال سماع آراء المديرين القائمين على التغيير. بمعنى إن أنا الراجل اللي هينفذ، هل هو الوزير مثلا هو اللي هينفذ لوحده؟ وبعدين يعني مثلا نضرب مثلا نجد ان اصلا التغيير او قائد التغيير من المفترض ان هو يوصلوا تقارير صحيحه، لكن للاسف الشديد لما يكون المديرين ورفض التغيير ده رفض تغيير تنظيمي، لما يكون المديرين مش مقتنعين بالتغيير او ما عندهمش دافعيه لهذا التغيير، بتجد ان هم بيدوا تقارير مزيفه بتبنى عليها قرارات، وهذه القرارات تبقى بعيده كل البعد عن الواقع، ما بتحققش ثمار. فأنا مثلا على سبيل المثال كان في منظومة التغيير بتاعة الدكتور طارق شوقي في التعليم القائم على ان هي في شبكات يتم الامتحانات من خلال التابلت والكلام ده، فكانت بترفع تقارير للوزير بتقول حالة الشبكات ايه. ايوه. فمن ضمن الحالات ان كان في اخصائي IT قال ان الشبكة عنده لا تعمل بكفاءة.
التقارير وصل للمستوى الاداري الاعلى منه، مم. فقال له لا ما تكتبش الكلام ده. قال له انا كاتب الواقع. قال له لا، عشان الوزاره ما تاخدش علينا ملحوظه اكتب انها تعمل بكفاءه. طب عند اختبار الشبكه هي لا تعمل بكفاءه، يبقى اذا مين يبقى هذه المنظومه قد تكون تسرب اليها بعض الفشل، نظرا لان التقارير المرفوعه فيها مش مظبوطه، ونظرا لان المديرين ما عندهمش او ما عندهمش القابليه او الحافز للتغيير. وعلى غير الموارد المتاحه. ما ده اللي هنقوله اه. حضرتك، ان مقاومه التغيير قد تكون من الاشخاص، وهذه المقاومه اللي تكون من الاشخاص نتيجه لتاثير التغيير، ونتيجه لان في مصالح للافراد من استقرار الوضع الحالي، واحيانا يكون عدم قبول التغيير باسباب غير مبرره. انا خلاص بيشكك في التغيير، واحيانا يكون هو عدم اقتناع بان هذا التغيير سيحقق نتائج، اه. بمعنى يعني ملوش فايده او حاجه زي كده. مم. فعشان تم ده المفروض يكون في خطه اتصال جيده بالاشخاص، ان يشرح لكل شخص الدور اللي هو هيقوم بيه في منظومه التغيير عشان يحفظه. طيب معنى كده دكتور مصطفى ان لابد ان تكون هناك سمات يجب توفرها في القائم على التغيير، فصاحب الفكره نفسها. طبعا. مم. احد هذه السمات التي يجب ان يكون توفرها ان اصحاب التغيير هم اصحاب النفس الطويل، اه. بمعنى ان هو الشخص اللي حاطط خطه للتغيير، وان هو حاطط ضمن هذه الخطه يعني خطه مقاومه التغيير. يعني ما يسيبش الظروف العلميه ان هو يتعامل مع مقاومه التغيير اثناء المقاومه. مم. لان انت لو شفت حضرتك ان مثلا لو قلنا ان مراحل التغيير هم 3 مراحل. المرحله الاولى مرحله الصدمه، ان لما يبقى في تغيير الناس تبقى مصدومه، ليه تم ده والاستقرار ماله النظام القديم وما بيحقق الفوائد ما بيطلع نتائج. اذا هنا الناس الكلام ده مش هينفع ومش هيحصل، ولما يطبق مش هيجيب نتائج. دي مرحله صدمه، اول البدايه بتبقى مرحله الصدمه. مم. المرحله الثانيه مرحله ايه اللي هي مرحله الشك، انك انت هتتعامل مع التغيير بس تكيف سلبي، بمعنى انك انت ما تكونش متحمس ليه، وان المفترض ان الاداره في هذه الحاله اداره التغيير بتخلي الاشخاص تستغل هذه المرحله وتتعامل معها بحساسيه كبيره جدا، لدرجه انها تسمع لمشاكل الاشخاص اللي بينفذوا وتحاول استيعابها. المرحله الاخيره هي مرحله القبول، ودي مرحله الخروج من عنق الزجاجه. المرحله الوسطى هي المرحله الخطيره اللي من الممكن الشخص انه يسيب الشغل من اجل ان هو مش قابل لهذا التغيير. وبعدين زي ما انا قلت لحضرتك احنا مجتمع بيحتفظ او مش حاطط خانه الماضي في وضعها الصحيح، الحاضر غير الماضي. يعني ما ينفعش ان انت تستورد حاجه من الماضي الا بمعيار صلاحيتها للحاضر. هتتناسب معاه ولا لا؟ صح. لانه كل وقت له يعني مثلا نقول لك مثلا في الاستراتيجيه الجديده لوزاره التعليم، اه. يعني في بعض المواد المضافه للمجموع والبعض الاخر غير المضاف للمجموع. طب كده حصل ليه وكده حصل ايه؟ انت بتحكم ليه على استراتيجيه ما تمش تطبيقها او اختبارها؟ صحيح. فالمفترض ان انت تشوف النتائج. مرحله التقييم بقى دي مرحله مهمه جدا. يعني ما حدش بيعمل استراتيجيه للتغيير وما بيقيس نتائج التغيير. لو هي كان فيها حيود النتائج فيها حيود عن الاهداف الموضوعه، عليك انك انت تصلح هذه الحيود وتعيدها الى الاصل. في نهايه الامر ما ينفعش ان احنا نصادر على التغيير، لكن لابد ان يكون هذا التغيير طبقا لاسس معينه، استراتيجيات معينه، باجراء نوعين: تغيير ثوري، وده بيتم انك انت بتنسف كل النظام القديم وبتعمل نظام جديد، وده من الممكن يجد معارضه شديده جدا. واحيانا في معظم الاحوال يعني ما ينفعش. لكن هو التغيير المجزأ على فترات، على مراحل، على فترات، ده يبقى هو التغيير المقبول يعني. وهو النمو الطبيعي. لان انا قلت لحضرتك البيئه زي العقل، زي النمو الطبيعي للانسان في مرحله النضج، وبعدين مرحله
التعلم وبعدين مرحله الخبره. فما ينفعش انك انت آه، يعني تنسف كل التجارب القديمه، لابد انك انت تستفيد بيه. طبعا. وانا عجبني حاجه كده، كنت قال لك مثلا فرز الشعوب او او الوعي العام لدى الشعوب بكلمه تاريخ، وقسموه لثلاث مراحل، وان ما ينفعش الماضي يبقى في خانه الحاضر، لان وما ينفعش برضه وانت في الحاضر لا تنظر الى المستقبل. بالتالي انا ليا مقوله انك لا تهاجر من الحاضر الى الماضي الا بقدر صلاحيته، ولا تدير ظهرك للمستقبل. بمعنى انك انت تاخد من التاريخ، طبعا. تاخد من الاحداث اللي فاتت صحيح. ما ينفع الحاضر، بمعنى صلاحيه ما مضى في هذا الحاضر، وفي نفس الوقت لا تغفل المستقبل بانك انت ما تخططش ليه او تعمل تغيير فيه. لابد من الاستفادة من الخبرات السابقة يعني طبيعي. بص حضرتك، يعني مثلا على سبيل المثال ما بقول لك احنا مجتمعات بتحتفظ بكل ما هو قديم لدرجة التقديس. حدث ان كان فيه يعني احد الاشخاص اتصل بيا قال لي ان فيه حالة وفاة منزلية لراجل كبير، فمش لاقيين حد يوقع الكشف الطبي عليه عشان يمشوا في اجراءات دفن الميت يعني. فالمهم ان اتصلنا بالموظف المختص، قال ان هو ما بينزلش بالليل. ليه ما بينزلش بالليل؟ قال هو كده. قال اجابه صادمه جدا ان الراجل ما عندوش تكييف، فنزلوه احد المساجد يعني. فاتصلت بمسؤول في مديريه الصحه، بقول له حصل الموقف الفلاني. قال له هو عنده حق. قلت له الحق فيه؟ قال لي عشان فيه نص تشريعي بيقول انه لا يجوز توقيع الكشف الطبي على حاله الوفاه المنزليه في الصيف من 8 ل 7، وفي الشتاء من 8 ل 6. طب ايه الهدف من التشريع يعني ده؟ دي الفترة المسموح بيها بتوقيع الكشف الطبي في ساعة وساعة؟ لا 8 صباحا ل 7 مساء. ما ينفعش. لا ينفع. ومن 8 صباحا ل 6 مساء ده في الشتاء. 6 صباحا. المشرع يتغايى ايه حضرتك؟ يتغايى ان لابد ان يكون توقيع الكشف الطبي على المتوفي في ضوء النهار. التشريع ده قديم جدا، يمكن ما كانش فيه كهرباء في مصر. تمام. فقال لك ايه؟ وعايزين نطبقه دلوقتي. طبعا بيطبق. قلت له ده بالفعل ده حاصل. قال لي ايوه حاصل. طب ما حدش انتبه الى ان التشريع ده لا يناسب هذا الوقت، فاذا لابد من ممكن التغيير. الميت يعني يصيبه يعني العطل. يعني طبعا ده يدخل في مراحل التحلل يعني. والتحلل. صحيح. فضلا على ان طبعا لما يبقى في حاله للوفاه بتبقى الناس مرتبكه ازاي هيخلوه، والجو كان صيف شديد وهو في شقه ما فيش تكييف، فبالتالي حتى اقتراح الموظف نزوله المسجد. طب المسجد هيسمح بوجود متوفي للصبح يعني، عشان مسألة تخالف المنطق، لكن صحيح. هو تشريع وتمسك به، وبالتالي خلع مسؤوليته من هذا الموضوع. فلابد من التغيير يعني. تكيف حسب معطيات الحياة اللي احنا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم ادرى بشؤون دنياكم. صحيح. دي دعوة صريحة للتغيير على حسب معطيات الحاضر يعني. يعني انا بقول لك احنا مجتمعات بتقاوم التغيير حتى في بس بدرجة العناد غير المبرر. ليه بقى؟ لان احنا مجتمعات بتحب او تعشق الاحتفاظ بكل ما هو قديم لدرجة التقديس. فما بتحاولش، ما فيش ده حضرتك يعني حتى بيمثل في ان انا بمنع الاشخاص او خاصة الشباب يعني من رحلة ان هو يعني يرتدي المجهول. يعني التغيير ده ان انا اسمح له. قال لك مثلا على سبيل المثال اوروبا تقدس نيوتن، ولكنها يعني تعرض نظرياته او بتسمح بانك انت تحلل نظرياته وتضيف اليها. هو في خانة التاريخ، لكن الحاضر انت بتاخد من التاريخ اللي هي القوانين اللي عملها نيوتن اللي هي تصلح للحاضر، وبتترك ما عدا ذلك يعني. فما فيش حاجه اسمها، وما فيش تقديس الا في الدين. ما ينفعش ان انت تغير في الدين، لكن في الحياه العامه انت تغير يعني. ربما احد الاشخاص يرد ويقول لك اذا طب ما كل كتب التراث والكلام ده عرضه
للتقييم مم. ما لا يجوز، او التغيير في المسائل دي، مسائل او ارتيادها في صعوبه يعني. تمام. طيب، اذا هناك شروط للتغيير بوجه عام، يعني ممكن نستندها في ايه قبل الحلقه ما تخلص؟ التغيير لابد ان يكون من خلال قياس الفجوه بين الاداء الحالي والاداء اللي انت عايزه. جميل. لابد ان يكون من خلال خطه. الخطه دي تتضمن الاجراءات، وتتضمن خطه اتصال بالاشخاص التنفيذيين المنوط بهم ان هم احداث التغيير. لابد ان يكون هناك يعني التغيير لابد ان يكون له التوقيت المناسب. لابد ان يكون هناك قياس تنفيذ الخطه بشكل جيد من خلال متابعه جيده. المرحله الاخيره مرحله التقييم وقياس النتائج. المرحله دي مرحله مهمه، ما ينفعش ان انت تقول غيرت الا اذا انت حققت اهداف خطه التغيير وقستها. والقياسات على فكره يا صلاح بيه لابد ان تكون رقميه، بمعنى ان انت يعني في حاجه اسمها الكي بي يو، اللي هو الكي بيرفورمانس انديكيتور، يعني حاجه زي مؤشرات قياس اداء. لو انت طبقت الامور دي هيبقى التغيير جيد والتغيير ايجابي زي ما حضرتك قلت في البدايه. جميل. لازم من وضع هذه المعايير في الحسبان قبل الاقدام على التغيير. طبعا عايز اقول لحضرتك يعني مدى خطوره التغيير او اهميه احتياجنا للتغيير بالنسبه للافراد ام للمجتمع، يعني انه اولى بالتغيير. هو حضرتك كل حد محتاج تغيير. يعني انا بقول لحضرتك سواء كنا افراد او مؤسسات، المفروض ان اداء الشخص سواء كان على المستوى الفردي او اداء المؤسسات على المستوى، التغيير معناه ايه؟ هو التكيف مع البيئه او محاوله البقاء والتنافس. يعني ينفع ان انت حضرتك مثلا، انا ابقى صاحب شركه، الشركه العالميه نوكيا مثلا، نوكيا دي خرجت من الخدمه ليه؟ مش عايزين لانها ما نقول نفذتش. شركات ولا هي خلاص بقى. لانها ما نفذتش. اها. فبالتالي ما كانش عندها منظومه تغيير، ما كانش عندها رؤيه للمستقبل. فاذا التغيير محتاجه كل شخص. انت كشخص محتاج الى مراجعه سلوكك كل شويه. يا راجل انت محتاج الى مراجعه دولابك، الاشياء اللي انت مش عايزها تستغنى عنها تخلص منها. صحيح. تخلص منها. اي. فالتغيير لكل حد، لكل الكيانات يعني. ده جميل. حتى حضرتك احنا لما بنضرب مثال للتغيرات المناخيه، شوف الاجراءات والاحترازات اللي اتخذت قد ايه، وشوف المؤتمرات العالميه كوب 27 اللي مصر كانت بتستضيفه وبعده الامارات ان شاء الله. كل ده عشان نتكيف مع التغيير الجديد. ده صحيح. التكيف مع التغيير البيئي البيئي واللي احدثه الانسان بفعله. يعني في آية في القرآن الكريم بتقول والله ما أتذكر الآية، بس هي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صحيح. يعني إذا النظام الأيكولوجي ده على فكرة إنك أنت تصل إليه أو هو هدف دلوقتي النظام الأيكولوجي أحد أهداف التنمية المستدامة، أو أحد الأهداف ال17 بتاع التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إعادة النظام الأيكولوجي، إنك أنت تبقى فيه نظام بيئي سليم عشان تبقى الدنيا، عشان ما ترتفعش درجة حرارة الأرض، وبالتالي هيبقى فيه تصحر وهيبقى فيه آثار مدمرة على الإنسان. أنا بشكرك دكتور مصطفى عثمان الخبير التنموي على تشريفك الدائم لنا في البرنامج. صباح الفل مرة ثانية يا دكتور. صباح الخير. صباح شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، أشكر لحضراتكم حسن المتابعة لهذه الحلقة، على أمل ووعد بلقاء جديد وأسرة جديدة من نهارك سعيد في الغد إن شاء الله. صباح الفل مرة ثانية وإلى اللقاء.